السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ان شاء الله كامل تكونوا بخير وصحة رمضانكم. اسهل وابن مملحة ممكن توجدوها لطاولة رمضان هذا العام ان شاء الله. ما فيها لا عجين لا تكسر الراس. طريقة سهلة، راح تحضروا لي كورني هادو يجوا مقرمشين مفرمجين بنة ولا اروع. انا متأكدة راح تعجبكم الوصفة. تابعوا الفيديو للاخير. إذا كنتي أول مرة تشوفي قناتي، مرحبا بك حبيبتي، شرفتيني ونورتيني. دايما نقولكم حبيباتي ما تنساوش الاشتراك، تفعلوا الجرس، وما تنساوليش هذيك الجام فضلا وليس أمرا. صلوا على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. ونبداو في الوصفة تاعنا إن شاء الله. كما راكم تشوفوا معايا البنات، هنا جبت حبات بطاطا. هذه الكمية راح تقطع لي كمية كبيرة ما شاء الله، قريب 15 كورني. جبت 4 حبات بطاطا، قطعتهم كما راكم تشوفوا مربعات صغيرة. هاد لي كورني غادي يجوا بحشوة اقتصادية، يعني وتقطع لكم كمية كبيرة. نقطع المربعات تاعي كما راكم تشوفوا، نديرهم نورمال في الكسكاس، ندير لهم شوية ملح. في هاد الاثناء كنت حطيت الزيت تاعي تحمى. نقلي البطاطا تاعي عادي جدا. فوالا نملحهم. اللي عندها لي زيبيس ولا التوابل تاع البطاطا تقدر ديرهم. نحطها الطيب ونروح نكمل في الوصفة تاعي. فوالا هنايا في ريسيبيون ولا اناء نجيب نص صدر تاع الدجاج. هذا نص صدر تاع الدجاج كيف كنت قطعته قطع صغيره، مربعات صغيره كما راكم تشوفوا معايا. ما نديروهمش كبار بزاف. راح نملحهم اكيد اول حاجه، والملح دائما يكون حسب الرغبه. ما نستعملش بزاف الملح باسكو التوابل راه يجي فيهم الملح. درت هنا 2 ملاعق كبار ولا مغارف كبار تاع الخل الابيض. هذا الخل راح يعطينا طراوه للدجاج تاعنا. درت الزيت، درت 3 ملاعق كبار. نديرو 3 مغارف كبار تاع الزيت. يعني راح نتبل الدجاج تاعي. نص ملعقه كبيره تاع لا موطارد ولا الخردل، يعطينا بنه قوه في هذه التتبيله. وراح ندير ياغورت ناتور. هاد الياغورت الطبيعي راح يبنن لنا وفي نفس الوقت يطري لنا الدجاج تاعنا. يعني هاد التتبيله اللي غادي نديروها تعطينا دجاج ولا حشوه ولا اروع في البنه. نزيد اكيد التوابل، نستعمل توابل الدجاج. درت 2 مغارف صغار مملوئين مليح. اللي ما عندهاش توابل الدجاج تقدر تدير اسكنجبير والكركم. زدت هنا فلفل احمر ولا البابريكا حلوه، فلفل احمر حلو ولا البابريكا. زدت رشه تاع الحرور. وقلت لكم تقدروا تعوضوا توابل الدجاج بالكركم سكنجبير، يعطيكم نفس النتيجه. خلط مليح الميلونج تاعي هذا. تقدروا تخلوه يريح نصف ساعه حتى لساعه، كيما تقدروا تستعملوه مباشره كيما درت انا. نجيب مقله، نحط فيها الخليط تاعي ونخليه يطيب على نار متوسطه، ونبقى نحرك فيه حتى نتاكد بلي الدجاج تاعي طاب. ما نخليش ينشف تماما، خلي شويه فيه لاصوص كيما راكم تشوفوا هنايا. سي بون راه طاب معايا. نجيب ريسيبيون واحد اخر، نحط فيه البطاطا تاعي اللي كنت قليتها. ونجيب خليط تاعي، هو عباره على خليط تاع شاورما. تنجموا تسموهم لي كورني تاع الشاورما. فوالا. وهنا ما راحش نضيفوا اضافات كثيره بزاف. نقدروا نزيدوا غير فرماج باش يجي الكورني تاعنا مفرمج. كيما تقدروا تزيدوا تاني صلصه الفرماجير، يعني صلصه الجبن تاني راح تفرمج لكم الكورني. انا في الاخير بعد ما حشيت، قبل ما نحشي الكورني تاعي، درت كميه من الجبن. هنا راح نوجد الغراء اللي راح نخدم به لي كورني تاعي. جبت كميه من الماء، قيس فنجال تاع الماء، وزدت لها 2 مغارف كبار تاع الفارينه. نحركهم مليح حتى نتحصل على خليط متجانس اللي نقدر نخدم به. هنا جبت خبز التورتيه اللي كنت وجدته في الدار. فوالا قسمته على 4، يعني كل دائره على 4. كل ورقه تاع تورتيه راح تعطيني 4 تاع لي كورني. راني تقطع لكم كميه ما شاء الله. كيما راكم تشوفوا راني وجدتها في الدار بوصفه سهله والنتيجه كيما اللي يتباع برا.
نجيب الكورني الاول تاعي اللي عباره على مثلث كما راكم تشوفوا، وندير له هذا الغراء الغذائي مغرف صغيره فقط، ونبدا نلوي في الكورني تاعي بهذا الشكل. يعني طريقه سهله مهله ما تديلكمش كاع الوقت، واي وحده تقدر ديرها. فوالا نضغط عليه مليح في الجوانب باش يشد معايا. هكا راني تحصلت على كورني. نجيب لافارس تاعي. قبل هذا درت فرماج البنات، قلت لكم تبغوا هذا الفرماج ديروه مع الخليط ولا ديروا كيما انايا. جبت فرماج تاع الجبن تاع الطالي ونعمر الكورني تاعي بهذا الشكل. نسي نعمره غير بشويه. فوالا هنا نعتذر منكم ما كنتش شايفه بلي الكاميرا راهي مهوده شويه على الخدمه تاعي. نجيب صحن واحد اخر ولا طوبسي ندير فيه كيف ماء وفرينه. هذاك الغراء اللي خدمناه راح نزيدو له التوابل فقط، وندير فيه كامل الكورني تاعي نغمسه فيه كيما هكا. لقيت غطى لي كامل حتى الوجه تاعه كيما راكم تشوفوا راني ندير. ونكون وجدت كميه نتاع لا شابلور. نرمد الكورني تاعي في لا شابلور. هاد لا شابلور تاني غير تاع الدار ماشي تاع برا، وجاني ما شاء الله. لا شابلور كيف نديرو فيها شويه توابل الدجاج باش ما يجوش لي كورني تاعنا صامتين. وهنا في هاد الاثناء كنت وجدت الزيت اللي خليته يحمى مليح، كميه مليحه من الزيت. نحط لي كورني تاعي يتقلاو فيه. راهم يتقلاو في الساع، يعني ما تغفلوش عليهم، غير يتحمروا من جانب الاول قلبوهم حمروهم الجانب الثاني، ومن بعد قلبوهم كما راكم تشوفوا فيا بهذه الطريقه باش يزيد يتحمر الوجه تاع الكورني. يعني طريقه سهله مملحه سهله توجدوها في اخر دقيقه كما نقولوا في نص ساعه ولا ساعه التاليه من قبل الافطار، تكون واجده معكم قرمشه سخونه ما شاء الله بنتها ولا اروع. نتمنى تعجبكم الوصفه. ديما نقول لكم حباباتي بارطاجوا الوصفه مع حباباتكم، شاركوها، ما تنساوش ديروا جيم فضلا وليس امرا، ولا ديروا لي تعليق يكون شباب كيما نتوما. هنا نقطر لي كورني تاوعي بعد ما تحمروا مليح من الزيت. ما راحش يشربوا لكم الزيت بزاف صدقوني، يجوا ولا اروع مقرمشين بنان بزاف بريزونطابل للضياف الشهر المبارك. يعني جربوهم ما غاديش تندموا، والله ما تندموا. جربوا هذه الوصفات، خرجت من اروع الوصفات اللي جربتها. كما تشوفوا الشكل تاعهم بزاف شباب. وهنا في الاخير على الوجه درت شويه تاع لا مايونيز ودرت شويه فرماج رابي كما راكم تشوفوا. شوفوا ديك القرمشه ما شاء الله، شوفوا كيفاش يجي محشي والبنه ولا اروع. ان شاء الله شهيتكم في الجنه. جربوا الوصفه وقولوا لي في التعليقات. اللي دخلت اول مره لقناتي مرحبا بك حبيبتي، ما تنساش اشتراك فعل الجرس يوصلك جديد فيديوهاتي. كانت هذه وصفتنا لنهار اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. الى وصفه اخرى نقول لكم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم حبيباتي.